أول انتصارات الأندية الإماراتية في أوزبكستان وتحقيق أول انتصارات الجزيرة في البطولة الآسيوية خارج ملعبه. موسييف افتتح التسجيل لفريق ناساف، بعد ذلك سامي ربيع أضاف الهدف الثاني للفريق الأوزبكي بعد أن سجل الكرة خطأ في مرمى. العودة الجزراوية أتت عن طريق جمعة عبد الله في الشوط الأول الذي انتهى بتقدم ناساف بهدفين لهدف واحد، وفي الشوط الثاني انتظر الجزراوية حتى الدقيقة 63 عندما سجل عبد الله موسى هدف التعادل من تمريرة مميزة من ماتياس ديلغادو. بعد ذلك البديل باري يسجل الهدف الثالث في شباك الفريق الأوزبكي قبل أن يمرر الكرة لزميله ريكاردو أوليفيرا الذي وضع البصمة الجزراوية الرابعة في شباك الحارس زوخروف. 4 أهداف لهدفين. مبروك للجزيرة، مبروك للإمارات.